كان أسدا في المعركة، كان خادما للدين الإسلامي، وكان مؤسس دولة حديثة قاد شعبه وبلاده إلى العالم الحديث. اسمه عبد العزيز. قبل 100 عام انطلق 60 رجلا في السر في أعماق الصحراء، وكان يقودهم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان هدفه استرداد الرياض وتوحيد البلاد. لقد أحس أن هذا هو قدره، وكان آنذاك في 26 من عمره. يقول الملك عبد العزيز: حلمت ذات ليلة حلما غريبا، رأيت نفسي ممتطيا صهوة جواد في سهل، وحيدا في الليل. رأيت أمامي ابن رشيد على صهوة جواد أيضا، وكان يحمل فانوسا كبيرا، فطاردته وأمسكت بتلابيب عباءته ثم بذراعه، وبعدئذ بالفانوس فأطفأته. وعندما استيقظت شعرت أنني سوف أسترد الحكم بإذن الله. قبل ذلك ب10 سنوات خرج عبد العزيز وأسرته من الرياض. كان عجلان عامل بن رشيد على الرياض يستخدم قصر المصمت وسط المدينة حامية له، ينام هناك كل ليلة ضمانا لسلامته. ترك عبد العزيز معظم رجاله في الخارج، ثم دخل المدينة ليلا مع مجموعة قليلة منهم. كانت هذه المحاولة الثانية لاسترداد الرياض، فقبل ذلك ب10 أشهر حاصرها لمدة 4 أشهر. تسلق عبد العزيز و6 من رجاله إلى الدار المجاورة في انتظار طلوع الشمس، حين يغادر عجلان المصمت ذاهبا إلى بيته. وأخيرا حانت الساعة. بدأ تجهيز خيول عجلان. هجم عبد العزيز على عجلان وأصابه، وانتصر عبد العزيز ورجاله على أكثر من ضعفهم عددا، واستردوا الرياض. كان ذلك في 5 من شهر شوال 1319 هجرية 1902 ميلادي. يوم ذبح عجلان ولا أهل الرياض يبونه، وشوف لما يا صاحب راس المصمك الحكم لله ثم عبد العزيز قال سمعنا وطعنا، ما فيها حرب ولا فيها. يعني العرب مغصوبين بابن رشيد تمه العارض، ما يبونه. انتصار عبد العزيز عادت أسرته التي كانت تحكم الجزيرة العربية لسنوات طويلة قبل ذلك. فقبل أكثر من 262 عاما كان آل سعود يحكمون من الدرعية، عاصمة الدولة السعودية الأولى، وهنا ناصروا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأدت دعوتهم التجديدية إلى تغييرات جذرية وإيجابية في الجزيرة العربية.